السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. ولادي ما بيحبوش ياكلوا الخضار والفاكهة، ده الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة. امهات كتير بتشتكي ان هي بتعاني، وان وقت الاكل بالنسبة لها بيبقى يعني اشبه بالحرب. يا اما بيحصل فيه مشاحنات كتير، يا اما بيحصل فيه مفاوضات. يا اما بقى بنقعد لا لازم تاكل ونزعق ونشخط، يا اما بنقعد نقول ايه، طب كل علشان خاطر اجيب لك حاجة حلوة، كل علشان خاطر اجيب لك العصير. لا، نبعد بقى عن فكرة المكافأة بعصاير معلبة او باي حاجة من الحاجات اللي بنجيبها من الشارع. طب انا اتصرف ازاي؟ هقولك على مجموعة نصايح كده ان شاء الله هتفيدك، وهتفرق كتير جدا جدا في موضوع الاكل، وهتخلي الموضوع بقى اهدى كتير، تخلي فيه فترة هدنة كده جميلة. اول حاجة لازم تاخدي بالك منها ان انتي لازم يبقى عندك صبر وطولة بال، وما تزهقيش، تحاولي مرة واتنين وتلاتة، تحاولي لحد 10 مرات. طب ليه بقى الكلام لان الدراسات اثبتت ان الطفل ممكن بعد 10 مرات محاولة يقبل الحاجة اللي هو كان رافضها في الأول. يعني أنا طفلي ما بياكلش مثلا التفاح، وقعدت أحاول لحد 10 مرات، ممكن في المرة ال11 ياكله عادي، مفيش مشاكل. بس لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، إن أنا لما أجي احاول ما احاولش كل مره بنفس الطريقه بنفس الاسلوب، ما اقدمش التفاحيه كده زي ما هي، لا، كل مره احاول ابتكر طريقه جديده في ان انا اقدم له الفاكهه او الخضار اللي عاوزاه ياكله. ودي النقطة التانية اللي احنا كنا هنتكلم فيها، ان احنا لما نيجي نقدم الاكل لازم نقدمه بشكل مبهج. ليه بشكل مبهج؟ علشان الموضوع هيعزز عند الطفل الرغبة في انه ياكل نوع الاكل او نوع الخضار او الفاكهة دي. طب اعمل ايه؟ ممكن اجيب العصاية بتاعت الشيش طاووق ديت، احط فيها كذا نوع من انواع الفاكهة او كذا نوع من انواع الخضار، يعمل كده مجموعة الوان جميلة. الحاجات دي بتخطف العين، يعني كل ما كانت الالوان كتير والالوان كده زاهية، هتبص تلاقي الطفل بيروح اللي هو بقى ايه، مرة بيلعب بيها ومرة هياكلها. فالموضوع هيفرق كتير. اعملي اشكال، في حاجات كده بتيجي قوالب بتعمل اشكال، خدي الفاكهه والخضار اعملي بيها اشكال. المهم ان انت تنوعي في طريقه تقديمك للطعام. طب الخطوه الثالثه او النقطه الثالثه اللي انا لازم اخد بالي منها، ان انا اعمل له يعني اخليه يشترك معايا، سواء وانا بشتري الخضار او الفاكهه او وانا بجهزهم. يعني اخليه مثلا، طب اختار لنا النهارده بقى هناكل ايه، ايه الخضار اللي هنشتريه، ايه الفاكهه اللي هنشتريها، واحنا واقفين بنعمل الاكل. مفيش مشكله خالص اللي هو بقى ايه، طب ممكن تغسلي الخياره ديت، ممكن تديني مثلا الطبق علشان خاطر نقطع فيه السلطه، ممكن تديني السكينه، وطبعا ده يبقى تحت عينيكي علشان ما يبقاش فيه اي حاجه تاذيه. فهو كده هيبقى شارك في عملية الشراء وفي عملية التجهيز. لما نيجي ناكل بقى، دي الخطوة المهمة جدا، نبدأ بقى أنا والأب، الله جميلة جدا، شوف مثلا النهارده احمد، وليكن اسمه احمد، فشوف مثلا احمد النهارده عمل ايه، او لو وليكن مثلا اسمها هدى، بص هدى جميله ازاي، عملت لنا سلطه حلوه، وبابا ياكل والله جميله تحفه. ونبدا بقى ايه، نتبادل الكلمات الكويسه، اللي هو والله جميله تحفه، هتبص تلاقي هو نفسه ابتدى يجرب، طب دوق كده، شوف انت اكلت ايه، دوقي كده يا هدى، شوفي الحاجات الجميله اللي انت عاملاها. مرة على مرة هتبدأ أو هيبدأ ياكل الحاجة ديت. طب مهم جدا ان انا ادي الطفل اختيارات، ما اجيبش نوع اكل معين واقوم قاعده ويلا هو ده اللي هتاكله، لا. وما اسالوش انت جعان ولا لا، علشان هو طبيعي هيقولك انا مش جعان لو هو من انواع الاطفال اللي بيرفضوا الاكل. لا، اساله مثلا ايه، هتاكل دلوقتي التفاحة ولا هتاكل المانجا؟ طيب انت دلوقتي هناكل الخضار مع الرز ولا هناكل خضار مع المكرونة؟ خلي في اختيارات، تكون الاختيارات كلها انت راضية عنها، ويكون جواها اكل صحي. كمان نقطة لازم ناخد بالنا منها، ان احنا لازم نكون قدوة لولادنا. ما ينفعش ان انا اكون ما باكلش نوع اكل معين وهو شايفني ان انا ما باكلش خضار ولا فاكهة، واجي اقول له لا انت لازم تاكل خضار او فاكهة. ما ينفعش. احنا قلنا 100 مرة قبل كده، اطفالنا عاملين زي السفنجة او الكربونة. الكربونة دي اللي انت هتكتبيه عليها هو اللي هتلاقيه مطبوع. فعلشان كده لازم تركزي في طريقة اختيارك لأكلك قدام أولادك. طب حاجة مهمة جدا كمان، ان انا لما اجي ااكله او اجي ااكل بنتي، لازم الوقت يبقى فيه بقى ايه، ضحك وهزار ولعب ويلا افتح بقك ويلا ها ندخل الاكل في بق يمين ونهزر ونضحك، علشان يبقى وقت لطيف بالنسبه له بيحبه، مش وقت احنا بنتخانق فيه.
طب حاجة مهمة جدا كمان ودي بتجيب نتيجة هايلة مع الأطفال، إن انتي سمي كل نوع من أنواع الخضار أو الفاكهة باسم شخصية كرتونية هو بيحبها. وقولي مثلا ايه، احنا هنجيب مثلا سمي التفاحة سبونج بوب. طب هاتلي مثلا ايه، هاتلي يلا هتاكل سبونج بوب دلوقتي، يلا سبونج بوب رايح فين. نبدأ بقى ايه، الموضوع دوت هيفرق مع ولادنا كتير جدا. ان شاء الله باذن الله، يعني لو جربنا النصايح دي كلها وخدنا بالنا منها هتفرق جدا جدا في حياة ولادنا. اديله فرصة، اديله فرصة، ودي اخر حاجة انا عايزة اقولها لك، ادي فرصة لولادك ان هم ياكلوا ويلخبطوا نفسهم، مفيش مشاكل، لان الموضوع دوت هيفرق كتير جدا. طب هيفرق في ايه؟ هيفرق في ان طفلي حس ان هو مستقل. موضوع الاستقلال دوت هو في فترة او في مرحلة من المراحل بيحس ان هو عايز ياكل لوحده، عايز يمشي لوحده، عايز مثلا يجيب يشرب لوحده، عايز يحس ان هو مستقل. فانت لما تسيبيه ياكل لوحده فالاكل هيبقى تجربة ممتعة بالنسبة له، هيبقى حابب ان هو يعمل كده، لو مش عشان هو عايز ياكل، علشان هو عايز يحس ان هو مستقل. فبلاش نخاف قوي على هدومهم وعلى منظرهم، لا نسيبهم ياكلوا يلخبطوا نفسهم، وبعد كده ممكن ننضفهم ونغير لهم. الموضوع سهل وبسيط، بس اهم حاجة ان هم ياكلوا اكل صحي ومفيد. ما تقدميش لولادك الاكل وهم شبعانين ونرجع نقول بيرفضوا الحاجة، لا، دايما قدمي لولادك الحاجة وهم جعانين. يعني نوع من انواع الفاكهة انت عارفة ان هو مش بياكله، سيبيه لما يجوع جدا وما تقدميش اكل، قدمي الفاكهة النوع اللي هو رافضه. هتبصي تلاقي الموضوع مرة على مرة بيستقبله وبيبدأ ياكله. يا رب اكون فدتكم، ولو في اي حد في اي مشكلة بتقف قدامه مع اولاده في اي موضوع حابين ان احنا نتكلم فيه ونتناقش فيه، ممكن تكتبوا لي في الكومنت تحت، وانا ان شاء الله هحاول اعمل فيديو يفيدكم بخصوص اي موضوع هتسيبوه لي في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.